حضرتك جاي تتجوز، حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي، كل الناس تقدر عليه. مش اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده. الدولة النهاردة بدل ما تيسر الزواج للشباب في غلا الأسعار والدنيا النار اللي احنا فيها دي أصلا، ومفيش جواز أساسا، مفيش حد من الشباب قادر إن هو يتجوز أساسا يعني. فبدل ما الدولة تساعد الشباب إنها تتجوز، لأ، ده عايزين الرئيس السيسي عايز يعمل صندوق، كل اللي عايز يتجوز يدفع فيه مبلغ. يدفع مبلغ، لسه المبلغ ده ما تحددش ايه هو، يعني مش عايز اقول مبلغ معين لان في ناس كتير قالت مبالغ الله اعلم ايه هي، بالالافات يعني. بس هي ايه هي المبلغ الله اعلم، محدش عارف هو قد ايه، لسه ما تحددش. يعني اصلا احنا عمالين بنقول عايزين نيسر في الزواج، عايزين نقلل في الذهب، وناس عايزة تخلي بدل الذهب فضة. فيقوم الدولة والرئيس السيسي يفكر يعمل ايه، يقوم عامل صندوق. هو الشاب لا ياكل ولا يتجوز؟ ده بياخد مرتب 2500 و3000 و4000، ما يفتحوش أسرة، ما يفتحوش بيت أصلا، ولا يكونوا أسرة. ده الواحد بيفحت نفسه بالسبع تمن سنين عشان يعرف يتجوز. يقوم هو بدل ما يحوش عشان يتجوز، لا، عشان يحوش عشان يحط في الصندوق. هي سبوبة. سبوبة يتعمل صندوق برضه، سبوبة وتجيب قرشين ويدفع ومش عارف ايه. المطلوب ان احنا نيسر، مش بنزود الطين بلة. لكن انا اعتقد وجهة نظري الشخصية ان بدل ما الدولة عايزة تقلل عدد السكان بأي طريقة، تمنع الناس انها تخلف بأي شكل. فما يقدروش طبعا يقولوا للناس يمنعوا مثلا او يعملوا قانون زي في الصين، يحددوا النسل مثلا ان كل أسرة يبقى ليها طفل واحد. مش هيعرفوا يعملوها. فيعمل ايه؟ فيصعب الجواز. انا رأيي ان اللي بيحصل ده عشان تصعيب الجواز، عشان اصلا الناس ما تتجوزش. يعني حتى لو انت اساسا الظروف منيلة بنيلة ومش عارف تتجوز، لا، يعني احنا هننيلها ونطينها اكتر عشان ما يبقاش في جواز خالص. يعني قضوها في الحرام احسن ومشوا حالكم، يعني من غير جواز بقى وخلفة وكده.